وان شاء الله انا معاكم لحد ما تعرف حقك وتعرف ازاي تشتري افضل خامه في السوق المصري. تعالوا بقى نشوف الاجهزه ونشوف القياس بتاعها بيكون عامل ازاي ونبدا بايه وده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه وهكذا. هنبدا تاني حالا دلوقتي مع بعض، يلا بينا. تعالى بقى نشوف الاختبارات على خامات رويال شيلد وورلد الامريكيه. وده اختبار قوه التحمل. نشوف السمك بتاعها قد ايه. 200 210 200 210 210 ميكرون. دلوقتي هنعمل اختبار ذاتيه المعالجه بالفرشه السلك على الخامات الاصليه من رويال شيلد وورلد الامريكيه بعد ما نتاكد ان الخامه مختومه بالختم الاصلي. زي ما حضراتكم شايفين، واضح معاك هندسه في الفيديو؟ تمام كده؟ طيب هنعمل الاختبار دلوقتي في نفس المكان. يلا بينا. هنعالجه بقى بايه؟ هنعالجه بنار مباشره زي ما حضراتكم شايفين. اللي النار ما حرقتوش الشمس مش هتقدر تحرقه، وكمان النار عالجته، ده كده الشمس هتعمل له معالجه ذاتيه. شد قبالي. مفيش مركره، احنا كده ممكن ايدينا تتقطع والخامه لا. زي ما انت شايف هي دي الخامه الاوريجينال اللي حضرتك تاخدها معانا. هتبقى عارف حقك فيها ايه، هتبقى عارف ضمانها فين، ضمانها منين. الخامه نفسها معروفه هي عند مين، يعني لو راحت اي مكان في العالم الشركه نفسها عارفه الرول ده مين اللي اخده. تمام. طيب هنكمل بقى باقي الاختبارات. خش معايا هندسه على الاختبار ده، برضو نفس القصه، اختبار الشد، ونشوف الخامه بتماركر ولا لا. طفي لي النور برضه يا باشمهندس، بس لحظه واحده، ساعه ما الخامه توصل لاخر حاجه خليك معايا لحظه واحده. زي ما حضرتك شايف الخامه، شايف الخامه بتتحرك ازاي، وخلي بالك الخامه وضعها بقى عامل ازاي. طيب زي ما حضرتك شايف خامات رويال شيلد. وبرضه لو هنشدها تاني زي ما حضرتك شايف كده، انا نفسي اجيب الكلمه كلها كده ظاهره عندك بالكامل. واخد بالك ايه اللي بيحصل؟ الخامه بتلم تاني ولا كأن حاجه حصلت، ولا في مركره ولا في اي حاجه ممكن تزعل خامات رويال شيلد. انا سعيد جدا بيكم، وان شاء الله انا معاكم لحد ما تعرف حقك وتعرف ازاي تشتري افضل خامه في السوق المصري. شكرا جدا ليكم، وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم بالجميل.